تخيل معايا تكون ناعس ما عليك ما بيك حتى تسمع الغوات والصداع عند جيرانكم مع 4 الصباح. مني كطل تشوف شنو واقع كيبان لك بزاف ديال البوليس ورجال المخابرات جايين بالطوموبيلات ديالهم. اول حاجه غتفكر فيها هي انهم جايين يشدوا شي مجرم خطير ولا شي واحد من هذوك اللي كيتفرقعوا، ولكن غيصدموك من غيبانوا لكم خارجين ولد جيرانكم اللي عنده 16 عام واللي هو اظرف ولد عندكم في الحومه ديالكم كامله. وغتزيد تصدم مني غتسمع باللي امريكان والاف بي اي طالبينه حيت اخترق ليهم اكبر قناه وسرق ليهم بزاف ديال الفلوس من الابناك ديالهم وطفى الضوء على مدينه نيويورك. هادشي اللي خلاهم يرسلوا ليه الناس ديالهم حتى المغرب باش يشدوه. هاد القصه ديال اليوم قصه واعره وفيها بزاف ديال الاحداث المشوقه وبزاف ديال الذكاء ديال واحد الطفل اللي عنده غير 16 عام. تبعوها حتى النهايه باش تعرفوا التفاصيل ديالها، وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه. في الثمانينات واحد الراجل مغربي كنيتو الصبار غيمشي لروسيا باش يخدم في السفاره المغربيه اللي كاينه في مدينه موسكو. تماك غيتعرف على واحد السيده روسيه وتزوج بها، وفي سنه 1987 غيتزاد عندهم ولد وغيسميوه فريد الصبار واللي هو بطل قصتنا اليوم. الامور ديال هاد العائله السعيده كانت مزيانه بزاف لا من الناحيه النفسيه ولا الماديه، فبحكم ان رب الاسره خدام في السفاره فهذا كيعني باللي كانوا عايشين مبرعين. من غيوصل العمر ديال فريد 6 سنين الاب والام ديالو غيتفارقوا، ولكن الحضانه غتمشي للاب ماشي للام، يعني فريد غيعيش مع بواه. ولكن مباشره من بعد الطلاق قرر الاب ديالو باش يرجعوا يعيشوا في المغرب وبالضبط في مدينه الرباط، وغالبا هذا هو السبب علاش بواهم وطلقوا بعضياتهم. مو غتكون ما بغاش تعيش معاه في بلاد اخرى من غير بلادها الاصليه اللي هي روسيا. من دخلوا المغرب كانت بزاف ديال الصعوبات قدام فريد، واهمها هي اللغه. الولد يلاه عنده 6 سنين عاد شد اللغه الروسيه وغيجي دابا البلاصه اللي كلشي كيهضر فيها بالعربيه، فكانت صعيبه عليه بزاف، وهذا الشيء اللي خلاه ما يديرش الصحاب. بقى عايش مع جداه اللي هي واحد المراه كبيره وما كتفهم والو في الروسيه وخدامه معاه غير بالاشاره، يعني ما كاينش واحد التواصل كبير بيناتهم، الشيء اللي غيخليه منعزل بزاف. وباه كان خرج من الخدمه ديالو وما بقاش باغي يخدم في الدوله ودار شركه خاصه ديال الاستيراد والتصدير. واحد المره قرر باش يدي معاه ولده للخدمه، ومني وصلوا دخلوا البيرو ديالو. هنا الطفل فريد غيشوف اغرب جهاز في حياته واللي عمره حلم يشوفه مباشره، حيت كان كيشوفه غير في التلفازه. هذا الجهاز اللي هو كمبيوتر مكتبي او بيسي، وهذا البيسي نيت هو اللي غيبدل ليه حياته كامله. فريد بقى كل مره كيمشي مع بوه للشركه ديالو وكيبقى يخربق في هذوك البيسيات، وكل مره كيخسرهم وكيخربق فيهم شي حاجه. باه طلع ليه الدم وقال ليه ما غتبقاش تجي معايا للشركه، غتبقى في الدار مع جداك، وفي الوقت اللي تكون ما قاريش خرج لبرا ولعب مع الدراري ديال الدرب. باه كان الهدف ديالو من هذا الشيء هو يخليه يخرج للزنقه ويتعرف على الدراري ويندمج مع المجتمع المغربي ويعرف العادات والتقاليد واي حاجه على البلاد. ولكن للاسف فريد ما قدرش يندمج مع الدراري ديال الدرب، بالرغم من ان باه شرا ليه بيكالا كره اي حاجه اللي كيحلموا بها الدراري اللي قدو. وهنا باه استسلم الامر الواقع وقرر باش يخلي ولده في الدار ووفر ليه اي حاجه اللي تخليه فرحان في البيت ديالو. جاب ليه تلفازه، كتوبه، قيطار، اي حاجه باش يتلاها. المهم هو ما يجيهش الملل في البيت ديالو. وجاب ليه حاجه اخرى واللي هي اكثر اهميه واللي داير عليها القصه كامله، واللي هي بيسي، حيت عرف ولده كيموت على شي حاجه سميتها البيسيات. فريد غادي يفرح بزاف. هذاك الجهاز اللي كان كيشوفه غير عند باه وديما مخسروا ليه دابا ولا عنده في بيته ويدير به ما بغى. وباش يكون عندك بيسي في دارك في 2002 فراه كانت شي حاجه اللي صعيبه بزاف، وخصوصا في المغرب. في ذاك الوقت ما كانوش البيسيات كيدوروا، الناس اللي كان عندهم بيسي في الرباط كانوا معدودين على رؤوس الاصابع. وفي هاد الوقيته نيت فريد كان مازال يلا عنده 13 ولا 14 سنه، بقى يوميا كيخدم في هذاك البيسي وكيدخل يهضر مع الرواسه حيت كان كيفهم اللغه الروسيه مزيان. ديك الوقيته ما كانش الفيسبوك، كانوا غير لي فوروم او المنتديات، هما فين يمكن لك تتعرف على ناس جداد وتبارطاجي معاهم اي حاجه عندك. واحد النهار بالصدفه غيلقى راسو دخل لواحد المنتدى ديال الهاكرز، وكان منتدى روسي وفيه غير رواسه. بقى شحال هو داخل معاهم وكيشوفهم كيحطوا منشورات كتعلمك كيفاش تخترق البيسيات الاخرين وتهاكيهم، وكيحاول يطبق داك الشيء يوميا عنده في البيسي ديالو. ومع مرور الوقت ولا كيقدر يخترق المواقع وحسابات سكايروك والايميلات والبيانات ديال الابناك. وصحابو الرواسه اللي كانوا علموه ولا هو احسن منهم وكيدير داكشي اللي ما قدروش هما يديروه. فريد كان واخد الامور غير بالضحك،
حيت مازال صغير ويلاه عنده 14 عام. هادشي علاش ما كانش على بالو ان داكشي اللي كيدير فيه راه جريمه خطيره وتقدر دير الحبس. هادوك صحابو الرواسه مني شافوه هو اللي احسن منهم دخلوا معاه في واحد التحدي ولاو حتى هما باغيين يبينوا الذكاء ديالهم، وغيبداو كاملين يطلعوا في النيفو ويشوفوا شكون اللي يقدر يخترق شي حاجه اللي سيكيريزي بزاف. هما يتحداو على اختراق الويسترن يونيون اللي كان مشهور بزاف داك الوقيته، وهو اللي كان الرائد في مجال ديال تحويل الاموال. وفعلا فريد بقى كيقلب ويبحث حتى لقى واحد الثغره في السيستم ديالهم واخترقهم ودا ليهم واحد المبلغ صغير ديال الفلوس. حول لصحابو النصيب ديالهم وحول راسو البقيه، وهنا عرفوه باللي ولا هاكر خطير ويقدر يعاونهم في اي حاجه ودخلوا معاهم في المجموعه ديالهم. في هذيك الوقيته ومازال اليومنا هذا كانت واحد الحرب الكترونيه بارده بين روسيا وامريكان. واحد النهار المجموعه اللي ولا معاها فريد طلبوا منه انه يخترق قناه CNN، واحده من اكبر القنوات الامريكيه واللي كانت تابعه للحكومه. قالوا ليه غتخترقهم وتحط الشعار ديال الجروب ديالنا في القناه ديالهم باش يعرفونا راه حنا مجموعه واعره ونتشهروا بزاف بين لي هاكرز الاخرين. وفعلا داكشي اللي كان. واحد النهار الناس كيتفرجوا في CNN حتى تخطفات لهم الصوره ديال الاخبار وبانت لهم الصوره ديال المجموعه تاع فريد الصبار، وهنا الخبر دار بوم في العالم كامل وكانت فضيحه كبيره لوحده من اكبر القنوات التلفزيونيه العالميه. والمجموعه ديال فريد ولات معروفه بين الهاكرز في العالم كامل، وهنا القضيه غتدخل فيها FBI. فتخيلوا معايا حجم الخطوره ديال داكشي اللي دار لدرجه انهم كلفوا به FBI باش يجيبوه. وفي بحال هاد القضايا الدوله كتخسر فيهم فلوس كثيره باش يجيبوا ناس مختصين في الحمايه الالكترونيه ويقدروا يحدوا لهم شكون اللي دار هاد الاختراق. ولكن رغم كل شيء فاعظم قوه في كوكب الارض زائد اكبر جيش الكتروني ما قدراتش تعرف البلاصه منين جاي هاد الاختراق اللي مدايرو دري يلا عنده 16 عام. وكانت عندهم شكوك كبيره باللي الهاكر غيكون روسي حيت مولفين الرواسه كيخترقوهم ويديروا لهم بحال هاد المشاكل. من بعد ما داز الوقت بان فريد والمجموعه ديالو ان FBI ما قدراتش توصل لهم وغيقرروا انهم يزيدوا يطلعوا النيفو اكثر هاد المره. اتفقوا على ان فريد هو اللي غيكون الليدر او القائد ديال الهجمه الجديده، وماشي هجمه عاديه كيف ما كانوا كيديروا كيخترقوا المواقع الالكترونيه والقنوات ولا وكالات تحويل الاموال. لا، هاد المره غيحاولوا يقطعوا الضوء على مدينه نيويورك. تخيلوا معايا الا مشات حتى نجحت لهم هاد العمليه اشنو ممكن يوقع. المدينه والاقتصاد ديالها كله غينهار والحياه غتوقف تماما حيت كل شيء كيخدم بالضوء، والضوء هو الشريان والقلب النابض ديال المدينه كامله. باش تعرفوا الاهميه ديال الضوء بالنسبه لمدينه نيويورك، واحد المره سنه 1977 غتقطع الضوء لمده 5 سوايع. المدينه كلها ترونات، الاشارات الضوئيه وقفات، ولاو الكسايد، المترو والترانات والرحلات الجويه كلشي وقف في نص الطريق، والوطيلات والابناك الريستورات اي حاجه كتجي على بالك ما بقاتش خدامه. وعرفات المدينه واحد الكارثه كبيره لدرجه انهم اليومنا هذا باقيين كيخلدوا الذكرى ديال هذا الانقطاع الكهربائي، وهذا الشيء كامل كان في سنه 77. فتخيل معايا اشنو ممكن يوقع وحجم الكارثه الا مشى فريد حتى قطع عليهم الضوء في 2003. من بعد ما دارت المجموعه واحد الخطه اللي غيكون فيها فريد هو القائد، اتفقوا على واحد النهار معين باش يبداو فيه الهجمه ديالهم. ولكن قبل ما يوصل ذاك النهار المحدد المجموعه الروسيه كتفاجئ باللي فريد دار الهجمه بوحده وما قال لهم والو، وقدر على انه يقطع الضوء على مدينه نيويورك لمده دقيقه. تقدر تبان لكم دقيقه مده قصيره، ولكن بالنسبه للامريكان راه مده طويله بزاف وتسبات لهم في خسائر ماديه كبيره وترونوا ديال بصح. المواعيد ديال الرحلات والاسفار كلشي تلغى، الشركات كلهم تخربقوا، الابناء كاملين السيستم ديالهم تخربق. المهم داير لهم واحد الفوضى اللي كبيره بزاف. والمجموعه ديالو من يعرفوا قدر ينجح بوحده في هذه العمليه ولاو كيخافوا منه، وعرفوا بانه ولا واحد من اخطر الهاكرز في العالم كامل ويقدر يطيح دوله غير بوحده. الحكومه الامريكيه غتخسر الملايين من الدولارات باش تعرف شكون اللي منفذ هذا الهجوم. واخا هما اول دوله كيشكوا فيها في بحال هاد العمليات هي روسيا، حيت عارفينها العدو ديالهم وديما معاهم في الحرب البارده. وبالبحث ديال FBI وجميع المصالح الامنيه وخبراء امن المعلوماتي غيوصلوا للدوله اللي جاي منها هذا الهجوم. هاد الدولة اللي كانت هي المغرب وبالضبط مدينة الرباط. الهجوم جاي من دولة صديقة ديال أمريكا واللي هي آخر دولة ممكن يشكوا فيها، وبمجهودات كبيرة قدروا يعرفوا باللي كاين شي واحد في المغرب كيتواصل مع هاكرز رواسة وهو اللي دار هادشي. تواصلوا مع المخابرات المغربية وعطاوهم جميع المعلومات والعنوان ديال فريد، وقالوا لهم باللي هاد السيد راه كيشكل خطر كبير على الأمن القومي
وتسبب لنا في خسائر كبيره وممكن يكون خطر على المغرب براسو. واحد النهار فريد الصبار جالس في دارهم مع بواه وجداه، طفل صغير يلا عنده 16 عام كيتفرج في التلفازه ولا خدام في البيسي ديالو، حتى الباب ديال الدار غيتفرقع وغيدخلوا عليه المخابرات وهما مسلحين كانهم جايين يشدوا شي عصابه كبيره. بواه كيقول لهم ولدي ما داير والو، ولدي باقي صغير وما كيخرجش من الدار، ولكن المخابرات عطاوه الامر ديال الاعتقال يقراه وما فهم فيه والو. مني داوه عاد جا واحد الشاف كبير ديالهم دخلوا للبيرو ديالو وشرح ليه داكشي اللي دار ولده بطريقه مبسطه، ورغم ذلك بواه كيقول ليه راه كاين شي خطا تماك، انا ولدي مجرد طفل صغير ويلا عنده 16 عام كيمشي يقرا ويرجع للدار، وحتى الزنقه راه ما كيخرجش ليها بزاف. ولكن جميع الادله كانت ضد ولده وتحكم بعامين ديال الحبس، ومن يخرج ممنوع يدخل الانترنت للدار ولا يخدم بشي بيسي لمده عام كامل. كاين اللي غتجي هاد المده قصيره مقارنه مع داكشي اللي دار، فعلا المده قصيره حيت الاف بي اي ما عرفوش باللي هو اللي قطع الضوء على نيويورك. التهمه الوحيده اللي كانت عليه هي التواصل ديالو مع مجموعه هاكرز روسيه ديجا كانت دارت هجمات على امريكا. واش هنا غتسالي القصه ديال فريد الصبار؟ طبعا لا، مازال القصه غتزيد تزيان، وإلا كنتي مازال ما درتي لايك ديرها دابا. في الحبس فريد غيلقى واحد المشكله كبيره، السجناء اللي كانوا معاه كلهم مجرمين كبار، ملي كيسولوه علاش دخل الحبس كيعاود لهم القصه ديالو، كيبداو يضحكوا عليه ويضربوا فيه حيت كيحسب لهم غير كيكذب عليهم وهما اصلا ما فاهمين والو لا في الاختراق ولا في الهاكين. وباش يخرج من هاد المشاكل قرر انه غيكمل قرايته وقدر يشد الباك ديالو بنقطه عاليه، وهذا الشيء اللي غينقص ليه من المده الحبسيه ويخرجوه قبل الوقت. من خرج دار العكس ديال داكشي تماما اللي قالوا ليه ما ديرش، مشى نيشان شرا بيسي وبدا كيتعلم الهاكين من جديد، حيت الفتره اللي كان فيها في الحبس خرجوا بزاف ديال الحوايج جداد اللي كان خاصو يتعلمهم. في هاد الوقيته قدر يتعرف على جوج ديال الهاكرز، واحد من روسيا والاخر من تركيا، تعرفوا عليه ووراوه كاع داكشي جديد اللي عاد خرج للسوق. وبحكم الذكاء ديالو وحبه لهذا الميدان قدر يتعلم بسرعه كبيره. مع المده هاد الثلاثه ولاو كيشكلوا مجموعه وقدروا يصايبوا واحد الفيروس خطير اللي سميتو الزوطوب. هاد الفيروس كيضرب اغلب البيسيات وكينتشر بواحد السرعه كبيره، وإلا مشى حتى دخل البيسي ديالك كيطفى وما كيبقاش باغي يشعل واخا ما عرفتش شنو دير ليه، وجميع البيانات اللي كتكون فيه كتمشي. والمصيبه الكبيره ان فريد وصحابه كانوا كيستهدفوا به الشركات الكبار والابناك الامريكيه وكيسرقوا لهم جميع البيانات ديالهم اللي كتسوى الملايين ديال الدولارات. تصور معايا شركه وحده عطاتهم 4 مليون ديال الدولار باش يوقفوا الفيروس ويسترجعوا المعلومات والبيانات ديالهم. فريد وصحابه من هاد العمليات جمعوا بزاف ديال الفلوس ولاو عايشين الحياه ديال البطخ والرفاهيه، وكل واحد فيهم في الدوله ديالو. من بعد حسوا باللي الاف بي اي دايره خدمتها وقربات توصل ليهم، داكشي علاش قرروا انهم غيتجمعوا ويتلاقاو في تايلاند بثلاثه بيهم. كاين اللي غيقول هاد الناس مكلخين ضربوا الفلوس صافي يحبسوا ويمشيو يستمتعوا ويعيشوا الحياه ديالهم، ولكن لا، اغلب الهاكرز واخا كيديروا الفلوس كيبقى فيهم هذاك الحس ديال الاختراق، واخا ما عرفتش شنو دير لهم ما غاديش يحيد منهم، حيت البليزير اللي كيحسوا به فاش كيخترقوا شي سيستم ما يمكنش يحسوا به بشي طريقه اخرى من غير الاختراق والهاكين. وهذا الشيء اللي وقع لفريد وصحابه، مشاو لتايلاند وبداو الخدمه مره اخرى، وهاد المره بداو كيخترقوا البنوك السويسريه، وراكم عارفين الابناك في سويسرا كتكون شبعانه فلوس ديال التخلويط، بحال كيف ما كيديروا بعض المسؤولين اللي كيكونوا شادين مناصب كبيره كلهم كيهربوا فلوسهم لسويسرا حيت ما كيسولوهمش على الشرعيه ديال هاد الفلوس، جيب ليهم شحال ما جبتي غيقبلوهم، المهم الابناك ديالهم تخدم وتهز الاقتصاد ديال البلاد. فريد وصحابه بداو كيستهدفوا هاد الناس، بمعنى انهم كيسرقوا غير الناس اللي ما مزيانينش وفلوسهم غير شرعيه، ولكن الابناك بداو كيحسوا باللي لي كونط عندهم كل مره كتنقص منهم شي حاجه قليله ديال الفلوس، ولكن مع توالي الايام الفلوس بداو كيتسرقوا بمبالغ كبيره. هنا الابناك السويسريه بدات في البحث ديالها واكتشفوا باللي جميع الفلوس اللي كتسرق كتمشي لتايلاند، وهنا اتصلوا بالشرطه التايلانديه وعطاوهم البلاصه فين كاينين الهاكرز اللي كيسرقوا هاد الفلوس. البوليس بقاو متبعينهم لمده 3 شهور، غير كيخرجوا من الدار اللي ساكنين فيها وكيمشيو لشي بلاصه كيتبعوهم، اي محل ولا ريستورا ولا سوبر ماركت كيكونوا تابعينهم، غير كيتقداو منه وكيخرجوا. البوليس كيمشي يشد هذوك المعلومات ديال البطاقات البنكيه اللي خلصوا بها المشتريات ديالهم، وهكا قدروا يجمعوا عليهم بزاف ديال المعلومات والادله. حتى لواحد النهار فريد وصحابه كانوا في المطار، كل واحد فيهم باغي يمشي لبلادو، وجات الشرطه التايلانديه وشداتهم بثلاثه بيهم. وهنا هذوك الابناك السويسريه مني وصلاتهم الاخبار رسلوا المحامين ديالهم لتايلاند باش يدافعوا على حقهم ويقدروا يرجعوا فلوسهم اللي كانت كتقدر بحوالي 3 مليار ديال الدولار، واللي هي
واحد المبلغ اللي كبير بزاف. المحكمه حكمت على فريد وصحابه باش يخلصوا غرامه ماليه قدرها 4 المليار ديال الدولار، يعني اكثر من داكشي اللي داو. ومن طبيعه الحال الفلوس ما كانوش عندهم وما قدروش يخلصوا هاد الغرامه، داكشي علاش تشدوا بثلاثه بهم. ولكن سويسرا طلبت من الحكومه التايلانديه تسلمهم ليها، وفعلا حولوهم من تايلاند لسويسرا، وتماك غيتشدوا في الحبس مدى الحياه. ولكن محال غيكونوا تشدوا، غالبا بحال هاد الناس كيديروا لهم اعاده تاهيل ويحولوهم من ناس خايبين لناس مزيانين ويستغلوهم باش يخدموا بهم المصالح ديالهم، سواء في الامن المعلوماتي ولا حتى في التجسس على الدول الاخرى. حيت كيف ما كنعرفوا اي دوله عندها الجواسيس ديالها واللي غالبا كيكونوا غير هاكرز. ومازال يومنا هذا فريد الصبار مازال في سويسرا، ولكن عمره ما خرجت عليه حتى شي اخبار ولا اي صوره ولا حتى شي حاجه، اقل معلومه ما كايناش عليه. فلحد الساعه ما عرفناش اشنو هو المصير ديالو. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. وإلا عجبتك القصه دير واحد جيم للفيديو واشترك في القناه وتهلاو ليا في راسكم. نتلاقاو في قصه جديده ان شاء الله.